الوقت ده في نص رمضان تحديدا ناس كتير جدا بيجيلها فتور او زهق او ملل او احباط، خلينا نقول. اما بيبقوا حاسين ان هم عاشوا فترة طويلة من الملل بسبب التكيف على عبادات معينة فزهقوا واتضايقوا وتعبوا، او احباط من ان في ناس كتير سبقتني وانا لسه يدوب ما ختمتش حتى ختمة واحدة او احس ان انا فزت برمضان. لو انت من النوعين دول فركز معايا قوي، هنقول كام حاجة كده ان شاء الله تساعد ان الملل ده يروح. ركز معايا. اول حاجه محتاجين نعملها ان احنا نتقبل الاحساس ده، وان الزهق والملل ده شعور طبيعي جدا وفطري بيجي لكل حد اعتاد على حاجه معينه لفتره طويله. وخليني اقول لك يا عزيزي، كلنا هذا الرجل، كلنا بيجي علينا الفترات دي، وده امر بشري طبيعي، ولكن النسبه المئويه اللي موجوده عند كل واحد فينا هي اللي بتختلف حسب هو كان مستعد لرمضان ازاي، لان طبعا رمضان له استعدادات كتير ودرجه ايمانه قد ايه. الفطور موجود وبيجي لنا كلنا، ولكن النسبه المئويه بتختلف، وكمان طريقه تعاملنا معاه هي اللي بتختلف. يبقى دي رقم واحد، اعرف ان انا بني ادم واتقبل طبيعتي البشريه وان الفطور ده امر طبيعي. دي كده بسم الله الرحمن الرحيم. تاني حاجة ببساطة كده، اقفل الشبابيك. اي حاجة بتبص على الملهيات، اشوف ايه اللي كان بالنسبة لي ملهيات الفترة اللي فاتت وابدأ ابعد عنها خالص. متهيألي احنا عرفنا قوي قيمة الحاجات اللي بتلهينا الفترة اللي فاتت، والفيديوهات الهابطة والبرامج الهابطة اللي كلها قايمة على الفضايح، واللي كانت بتجيلنا كلنا فيديوهاتها وكانت بتلهينا وبتشغلنا بدون شك. اعتقدش ان احنا استفدنا حاجة منها الا ضياع الوقت والمجهود والطاقة ووقت رمضان الغالي. اقفل الشبابيك عن اي منافذ ممكن يدخل لنا منها الامر ده، سواء كانت برامج، مسلسلات او غيره. اي حاجه انت عارف ان هي بالنسبه لك ملهيه. رابع حاجه، حتى لو كان في فطور مش عايزينه يتحول الى احباط. لسه ربنا سبحانه وتعالى مد في اعمارنا، ولسه رمضان باقي فيه وقت، يعني لسه عندنا دعوات مستجابه وعندنا ليالي كتير، وعندنا لسه ليله القدر اللي هي اصلا بقرابه قرن من الزمان. فلسه ان شاء الله في خير وفي حاجات كتير لسه ما فاتتناش، فبلاش نحبط. الفطور دي بالنسبه لنا فتره وتعدي ونقدر نتعامل معاها صح. نقطة تانية ودي بالنسبة لي مهمة جدا، ودي أنا شخصيا عملتها، اعمل لنفسك عادة إيمانية واحدة بس، حتى لو كانت بسيطة جدا في وجهة نظر الناس أو الصالحين، لكن عادة إيمانية تقدر انت عليها وتقدر على تنفيذها تستمر معاك لبعد رمضان. خليني أضرب لك مثال على نفسي. في رمضان اللي فات أنا أخدت قرار إن لازم رمضان يكون بالنسبة لي بداية جديدة، إني لازم أحافظ على صلاة الضحى. عودت نفسي العادة دي من رمضان اللي فات، إني لازم أتوضى للظهر قبلها بنص ساعة، أصلي ركعتين بنية سنة الوضوء وبنية كمان صلاة الضحى. انظر البعض ليها إن هي حاجة يعني لا تذكر، لكن استمريت عليها لحد رمضان ده. وبالنسبة لي عملت عادة جديدة في رمضان ده، وهي إني أحافظ على أذكار بعد الصلاة. أنا كائن مستعجل بطبعه كده، فكنت بصلي واجري رغم إني عارفة كويس فضل أذكار بعد الصلاة، لكن كنت دايما بستعجل غالبا واصلي واجري. قررت في رمضان ده ان هي دي العاده الايمانيه اللي انا لازم استمر عليها لرمضان الجاي ان شاء الله. حط لنفسك عاده ايمانيه تستمر عليها حتى لو كانت بسيطه جدا. المهم ان احنا نبدا من النهارده في الحاجه دي لحد رمضان اللي جاي باذن الله، يستحيل اسيبها. اخر حاجه ودي اهم حاجه، هي اياك والمقارنه. ناس عندها ايمانيات عاليه جدا وروحانيات عاليه جدا، اسال الله عز وجل ان احنا نكون كده، ان عندهم اصلا عادات رهيبه في الايمانيات وباستمرار بيستغلوا مواسم الطاعه. يعني باختصار كده ناس بدأت من زمان. ما تبقاش انت زي اللي لسه بيبدأ مشروع صغير ويبص على رجال الأعمال الكبار اللي عندهم مليارات ويقول أنا ازاي مش كده، فيجيله إحباط ويقعد وما يقدرش يعمل أي حاجة خالص. ممكن أنظر للناس دي على أساس إن هم طموح هوصل له بعد فترة، لكن لو قارنت حاله بحالي دلوقتي أكيد هيجيلي إحباط. نفس القصة بالنسبة للإيمانيات، ما تقارنش نفسك بالناس اللي روحانياتها عالية قوي علشان ما يجيلكش إحباط. حطهم بالنسبة لك كطموح انت إن شاء الله هتوصل له. مين ختم كام ختمة، مين بيعمل ورد ايه، مين الناس دي اللهم بارك عندهم حاجات جميلة جدا مستمرين عليها وعملوها من قبل رمضان. احنا ممكن نكون قصرنا فيها شوية، فما يبقاش ده بالنسبة لي مدخل للشيطان. ولسه بنقول لا زالت الفرصة موجودة، لا زالت رحمات الله سبحانه وتعالى موجودة، والأعمال بالخواتيم زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا. خد قرار وابدأ من دلوقتي كأن رمضان لسه هيبدأ من جديد، ولسه في ليلة قدر جاية، ولسه في أعمال خير كتير جدا ممكن نعملها من دلوقتي. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. دمتم آمنين.